السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم مصطفى جديد ان شاء الله، حلقة جديدة في قناتكم يوميات غاية وبدر. النهارده يا جماعة هنتكلم في حاجة مهمة جدا، وللأسف الحاجة دي مزعلاني من بعض الهواة طبعا، وهي اللي هو رابط الأكل وغلاء أسعار الأكل، إن هو يأكل طيوره كويس ولا ما يأكلش طيوره كويس. للأسف ده طبعا غلط جدا جدا جدا. ما تقيس الموضوع بقى بنسبة وتناسب. أنا معاك إن ممكن يكون الاكل غالي ماشي، بس الطير او الكائن الحي ملوش ذنب في اللي بيحصل ده. وما تربطش الموضوع اصلك العصافير غاليه فانا اجيب لهم اكل كويس، اصلك العصافير رخصت فانا هجيب اي اكل واكله لهم. العصافير ملهاش دعوه بالكلام ده، واي كائن حي ملوش دعوه بالامور دي. ده كائن حي انت ارتضيت تربيه، وما دام انت خلاص وصلت لك الفكره ان انت عايز تربي كائن حي، يبقى لازم تهتم بيه وتاكله زي ولادك وزيك بالظبط حرفيا. خد الجمله دي من اخوك كده وربنا يبارك لك. بتربي كائن حي يبقى لازم تربيه وتهتم بيه زيه وزي ابنك وزيك في البيت بالظبط. هتقول لي يا مصطفى اصل الاكل غالي، طب انا اعمل ايه؟ ما هو التكاليف غاليه، ما تربيش عصافير. هتقول لي اصلك الكلفه كانت الاول رخيصه، مش هكلمك في النقطه دي دلوقتي، ولا هقول لك جشع التجار ولا يعني استغلال التجار. موقف طول عمرنا بنشوف في المواضيع، وطول عمرنا التجار الا ما رحم ربي فيه اللي هو عنده ضمير، وفي اللي ما بيتقيش الله. مش نقطتي ولا موضوعي ولا هتكلم في الامر ده دلوقتي. انا بتكلم دلوقتي في الكائن الحي، الطير الغلبان البريء ده. انت ربطه دايما بموضوع الاسعار. اصلك انا ببيع كويس يبقى انا هاكل طير كويس، اصلك مفيش بيع وشراء يبقى انا هاكله اي حاجه. لا، مع احترام لسعادتك ومع احترام لاي حد بيسمع وبيشوف الفيديو، ضد الكلام ده تماما. النقطه دي مهمه قوي، وللاسف بتتكرر قوي قدامي، ولما بنزل اشتري اي حاجه من السوق بشوفها للاسف متكرره بشكل ماسخ، متكرره بشكل ماسخ. وتلاقي اللي بيتكلم خلاص هو ده امر واقع. فانتوا كطيور كائنات حيه تقبلوا بالوضع. الاكل غالي فانا هاكلكم زباله الاكل، هاكلكم تراب، مش هاكلكم خالص، هحط لكم قمح، هحط لكم مش عارفه ايه. ماشي، هو الاكل القمح ده مش وحش، بس اقصد الفكره ان هو رابط الموضوع دايما باسعار الاكل. طب لا يا جماعه، ده كائن حي. هو انا مش بكلمك كشيخ ولا بقول لك حرام وحلال، لا، بس المنطق والعقل حتى بيقول ان ده كائن حي اهتم بيه. هو ملوش دعوه بالظروف، ملوش دعوه بالاوضاع الاقتصاديه. ده كائن حي عايز ياكل، وهو كله طالبه منك ايه؟ هو مش طالب منك المستحيل على فكره. الكائن الحي ده مش طالب منك المستحيل، مش طالب منك مصروف، مش طالب منك توديه نادي، مش طالب منك تجيب له لبس، لا 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 خالص. هو كل الفكره ان هو عايزك بس تهتم بيه وتقدم له الوجبه الغذائيه بتاعته المتكامله، عشان بفضل الله يعني ربنا يبارك وربنا يجازيك عنه خير. طيب انت هتقول لي لاحظت الموضوع ده ازاي وخدت بالك منه ازاي يا مصطفى وليه بتتكلم فيه ومتاثر؟ لان شفت عصافير في السوق بعيني صحتها قليله جدا. يعني شفت عصافير بعيني صحتها قليله جدا جدا. فبمسك الطير، اجي ابص على الطير فاسال صاحب الطير، هو العصفور ده رفيع ليه كده؟ هو العصفور ده صحته على قدها ليه كده؟ يقول لي اعمل ايه؟ ما هو الاكل غالي. كده بقى ده اول رد كنت باخده يعني. اعمل ايه؟ ما هو الاكل غالي. الاكل غالي؟ طب ايه علاقه الاكل غالي بالطير اللي المفروض يكون غالي على قلبك ده؟ يعني ايه الاكل غالي؟ يعني مش فاهم انا يعني ايه الاكل غالي؟ قلنا يا جماعه مليون مره، انت حاسس ان التكلفه غاليه عليك وحاسس ان في ريسك عليك، قلنا حلول. خف المجموعه اللي عندك، خلي مجموعه معينه، خلي اجواز معينه. يعني خير الكلام ما قل ودل زي ما بيقولوا. بدل ما يكون عندك 20 جوز خليهم 10، خليهم 5، بس مثلا حاجات مميزه، حاجات تقدر تشتغل عليها، تركيبات، طفرات معينه. اشتغل كده زي ما الناس شغال، يعني اشتغل كده زي ما الناس شغال. لكن مش يبقى انا بقى زي ما بيقول كده المثل عين في الجنه وعين في النار. عايز يبقى عندي عصافير كتير وعايز ابيع بفلوس كتير، بس مش عايز اكل كتير، مش عايز اكل اصلا، عايز اوفر في الاكل. عايز الاكل بالنسبه لي ده يبقى حاجه اصلا بند مش في دماغي، ما ارجعلوش اللي هو ما اقعدش اشغل بالي بالاكل فاجيب اي اكل بيقابلني، اي حبوب اقدمها، اي مش عارف ايه اقدمه. لا يا جماعه، لا يا جماعه. اتكلمنا قبل كده وقلنا ممكن اقدم اكل معين بطريقه معينه، اقتصد، احاول يعني ارشد استهلاكي في الاكل، احاول الاكل بالنسبه لي ما يبقاش ضغط. اتكلمنا في ده، اتكلمنا ازاي يعني اوصل مع الطيور بالفكره ديت
بس في نفس الوقت ما اتكلمناش ان احنا قلنا موت العصافير من قله الاكل، العصافير ما تاكلش، لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. دي طيور، دي طيور ما ذنبهاش اي حاجه في اللي بيحصل. اكل غالي ماشي، ده بقى ناس بتغلي، ناس ما عندهاش ضمير ماشي، لكن ده طير ماله، لازم يبقى بصحه جيده كده بفضل الله. بصوا يا جماعه، لا قوه الا بالله، صحه الطيور لازم الطيور تبقى صحتها كده بفضل الله اهو. بصوا بصوا ما شاء الله منظر الطائر عامل ازاي، وبياكل ما شاء الله صدره وصحته وريشه وجماله ورونق الطائر ما شاء الله، بياكل وجبه طريه. وهنا بيحضروا عش اهو، الذكر واقف والانثى بتاعته جوه، ودي انثى معاها فروخ. بصوا بصوا يا جماعه، لا قوه الا بالله. نوريكم الفروخ برضك بفضل الله كده، تحاول تطلع نوريكم برضك الفروخ ونوريكم صحه الفروخ، ما يبقاش كلام وخلاص يعني بفضل الله. انا سهو اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نوريكم الطيور، هو الاب بياكل اهو والام واقفه اهي، ونوريكم بفضل الله. بصوا لا قوه الا بالله صحه فروخ، بصوا لا قوه الا بالله صحه الفرخ، بص صحه الفرخ عامله ازاي، بصوا لا قوه الا بالله. ريش النواعم وريش الزغب ما شاء الله قوي ازاي، دليل على صحه الطيور. عصافير مش رفيعه، مش معدومه، مش خاسه، لا العصافير بفضل الله زي الفل اهو، زي ما انتم بتشوفوا صحه اهو. بصوا ما شاء الله، بصوا الزغلول، الصحه لا قوه الا بالله واضحه على الزغلول، الصحه لا قوه الا بالله واضحه على الزغلول وهو لسه في العش، حتى اخر زغلول. يعني انت دايما قلنا قبل كده، عايز تعرف صحه زغلول تبص على اخر زغلول، عايز تعرف الام بتاكل كويس والصحه الحمد لله يعني في دمويه وفي حيويه في الفروخ، تبص على اخر زغلول. بصوا ما شاء الله اهي، دي فروخ على سهوه اهو، طلعنا لكم الفروخ دي على سهوه اهو. بصوا خد بالكم، الاب والام لسه ما اكلش، بصوا الاب لسه بيها يعني بياكل عشان يدي للام، وبالتالي هي تدي للفروخ، يعني الاب لسه هو هياكل عشان يدي الام، والام تبعت الاكل للفروخ. بصوا بس ندخل العش ده لا قوه الا بالله. فبجد يا جماعه انا الموضوع ده بيستفزني، ان تلاقي الهاوي بيتكلم بمنتهى الوضوح قوي كده، ويقول لك انا اعمل ايه بقى، يعني انا مع مصطفى الاكل غالي، يا مصطفى مع الاكل ده ولع، وده ما شاء الله ذكر لا قوه الا بالله. وبرضك نوريكم وبفضل الله والحمد لله ما بنخبيش حاجه على حد، ما بنداريش حاجه على حد، الحمد لله ده خير ربنا، وكلكم ما شاء الله عندكم الاحسن مننا، وادعوا لنا بالتوفيق والبركه. بصوا ما شاء الله برضك ده ذكر بياكل بفضل الله، الانثى بتاعته في العش لا قوه الا بالله. ونوريكم برضك بصوا لسه الفروخ فكه لا قوه الا بالله، لسه الفروخ فكه، الانثى اهي بلاك فيس لا قوه الا بالله. بصوا لا قوه الا بالله، بصوا الفروخ واكله لبن العصفور او اللبه، بصوا ما شاء الله، والبيض ما شاء الله موجود والدنيا حلوه. لا بصوا انتوا، بصوا اي حاجه هتفكروا فيها عكس اللي انا بتكلم فيه انتوا اللي خسرانين. ليه بقى؟ ما ترجعش تلوم الا نفسك، ما ترجعش تقول اصل العصافير صحتها قليله، بص ده زوج بيحضر اهو، ما ترجعش تقول اصل العصافير صحتها قليله، ما ترجعش تقول اصل الموضوع مش مظبوط معايا، في دروبات بتحصل معايا في الهوايه. طب ما طبيعي يحصل دروبات، طبيعي يحصل دروبات، ما بتهتمش اصلا بالفروخ ولا بتهتم بالاكل ولا بالشرب ولا بصحه الفروخ اللي عندك، طب ما طبيعي يحصل مشاكل، ما تربطش ده بده. قلنا لما تلاقي الدنيا فيها ضغط عليك مفيش مشكله، رحم الله من عرف قدر نفسه، تخف المجموعه، تخفها خالص على قد ما تقدر، وتخلي ان شاء الله زوج، ان شاء الله زوج بس اللي هو تقدر تعتني بيه، تخلي ان شاء الله زوج بس اللي حضرتك تقدر تعتني بيه، تهتم بيه، تاكله، تقدم له رعايه والاكل والغذاء الصحي، تخلي العصفور ما يخسش، وتبقى انت متاكد من جواك وعارف ان هو الخسسان بتاعه ده نتيجه لاهمال سعادتك، وان انت بتستخسر في وجبه معينه. مش لازم قلت لك تشتري فلارس بشكل كبير او يخض، لا، ما انت ممكن تاكل وجبات الطري، والوجبات الطري ما شاء الله دي جميله، العصفور بيستمتع بيها. بصوا الفرخ ما شاء الله قاعد جوه ازاي، الاكله بتاع الطري من كتر ما هو مستمتع. فقلنا في بدائل، لكن مش مهتمش خالص وما قدمش الاكل وابخل عليهم وجوعهم لدرجه ان هم يخسوا مني وتعبوا مني وضعفوا، وارجع اشتكي والوم، وبعدين شويه الاقي البيع كويس معايا وببيع باسعار حلوه، ابتدي اجيب اكل. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها انا على حسب ظروف السوق بقى اكل ولا ما اكلش، دي مالهاش دعوه، مالهاش دعوه. انت ابنك ملوش دعوه انت معاك فلوس ولا معاكش، قبضت ولا ما قبضتش، هو لين الوجبه بتتحضر له وبياكل ولبس وحياه جيده، ملوش دعوه باي ظروف محيطه يعني. بس فدي حبيت اقول كلمتين دول عشان بجد كانوا معصبيني، شفتهم بعيني في السوق فحبيت بس انقلهم يعني. فما تنسوش اللي جاي احلى بفضل الله والهوايه نوايا، وما تنساش تعجبوا الفيديو والمحتوى، تعمل اشتراك ليك واصحابك حبايبك المهتمين بالهوايه. وكان معكم اخوكم مصطفى، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.